نقطة مزيانة في الفرد الأول من الدورة الأولى، عادي، هذه ماشي نهاية الدنيا. ما غاديش توقف لك الحياة هنايا. أجي معايا لهذا الفيديو وشوف كيفاش دير تعوض هاد النقطة هذه، حيت راه كاينين جوج فروض، كاين حتى الفرد الثاني. أجي تشوف معايا كيفاش دير تعوض هاد النقطة هذه. زعمي كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال ان شاء الله. كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد. اليوم هذا الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش تجيبوا نقطه مزيانه في الفرد الثاني. الا ما جبتوش نقطه مزيانه في الفرد الاول، عادي، ماشي هذه نهايه العالم. غادي تجيبوا عندكم فرصه ثانيه، واللي هي الفرد الثاني اللي خصكم تجيبوا فيه نقطه عاليه ومزيانه، يا اما 18 يا اما 19 يا اما 20. الله يوفق كل واحد فينا، امين يا رب العالمين. ندوزو لي زيتاب كيفاش نجيبو نقطه مزيانه في الفرد الثاني ونعوضو النقطه ديال الفرد الاول. قبل ما نبداو ما تنساونيش اعزائي من لايك للفيديو، واللي جديد معنا يشترك لينا في القناه، ولو جزيل الشكر والاحترام. اول ايتاب واللي هي مرحله ادخال المعلومه الى الدماغ. المرحله ديال ادخال المعلومه الى الدماغ كتفرق في جوج ديال المراحل. المرحله الاولى هي مرحله ادخال المعلومه. الادخال ديال المعلومه كيدخل لك المعلومه، يعني الاستاذ ديالك، البروف ديالك. مين كتكون دائما في القسم خصك تركز مع الاستاذ ديالك شنو كيشرح. الا ما فهمتيش تقدر تكون كدير يعني المراجعه في دي سونتر. السونتر يعني اللي تكون كتقدر دير فيه المراجعه، يقدر ما يكونش كيشرح لك مزيان او شي حاجه، يعني هذه ماشي مشكل. تقدر تبدل السونتر وتمشي لسونتر اخر، يعني ماشي مشكل. الى تقول غير نصبر لو هذا ما عجبكش الطريقه كيفاش كيشرح لك الاستاذ تما في ليتود، صافي سير بدل الاستاذ اخر، ماشي نهايه العالم. وثاني حاجه يعني هي تركز مع الاستاذ مين كيشرح، سواء في ليتود او في القسم ديالك. الا ما فهمتيش اجي دير بروف في اليوتيوب، عطا الله دي بروف عرمه ديال لي بروف كاينين في اليوتيوب. كاين بروف الوردي، كاين قناه دعم النضاسي، كاين بزاف ديال لي بروف. ها هو الفيديو هذا غادي يبان لكم دابا ديال قلت لكم قنوات اللي تعاونكم في الحياه ديالكم المدرسيه، يعني كيشرحوا لكم التمارين، كيشرحوا لكم الدروس، اي حاجه كتلقاوها في هاد لي بروف اللي قلت لكم في هاد الفيديو هذا. ندوزو لتاني حاجه. تاني حاجه هي المرحله ديال ادخال المعلومه، حنا باقيين فيها. هي كتمشي من كيشرح لك الاستاذ ديالك او بروف في اليوتيوب خديتي، كتمشي كتجيب الدفتر ديالك، كتعاود تبقى تراجع هذاك الشيء اللي كنتي كدير، كتراجع مزيان. الا ما زدتي ما فهمتيش، حط حداك واحد البروف في اليوتيوب وصافي بقى تشرح منه، وانت كتقيد هذوك المعلومات اللي كيدير، ماشي تبقى حال في فمك، لا، بقى جالس كتقيد المعلومات او المعطيات اللي كيعطيها لك. يعني حتى من كيتسالي هذاك البروف في اليوتيوب، صافي كتعاود تراجع هذوك المعطيات اللي عطاك، وصافي كتحفظ القواعد. سواء انا كنهضر لكم على اي ماده، سواء مات، فرونسي، اجتماعيات، خصوصا المواد ديال الحفظ هما فيزيك، اجتماعيات، علوم. اما المواد الاخرين باستثناء المواد الاخرين هما ديال فهمه فقط، وفرونسي حتى هي فيها شويه. المهم كتمشي كتعاود تراجع كاع داكشي اللي كيدير معاك البروف ديالك او بروف ديال اليوتيوب، صافي كتراجع هذاك الشيء، كتبقى عاقل عليه، كتحاول تعقل عليه، وماشي كتعقل عليه في نفس اللحظه، نو، هذاك الشيء كيبقى مع المداومه. كل نهار كتبقى تهز هذاك الدرس وكتعاود تراجعو، كل نهار كتراجعو حتى كتلقى نفسك راك شاربو ما. خصك تكون شاربو ما باش ملي تحط حداك الورقه ديال الاختبار ديالك تكون فاهم شنو غادي تقيد فيها. ندوزو لثاني ايطاب، هي مرحله اخراج المعلومه. نزيد لكم واحد المعلومه في ليطاب ديال مرحله ادخال المعلومه. اي ماده كانت عندك هي راها غادي تبقى معاك كاع طول حياتك، لذلك ماشي تقول يعني غادي تحيدي هاد الماده ما راجعهاش لو هذا، نو، هذه حاجه ديال علاج المشاكل، خاص يكون عندك واحد الترابط. وكنأكد لكم باش تبقاو تراجعوا الدروس ديالكم. فمثلا عندك مشكل في توحيد المقام، او مشكل في درس ديال اللغه العربيه، او مشكل في اي حاجه، غادي تبقى تسمع لشي استاذ تخدم معاه التمارين. حتى ادخل يوتيوب وتبقى تسمع شي استاذ وتخدم معاه التمارين ديالك، حتى يدخل لراسك وتشربوا ما يعني
باش ما يبقاش عندك هذاك المشكل، باش من يكون عندك هذاك الفرد تخدم مزيان اي حاجه كتجي عنده. لحفظ الدرس بدون نسيان، كنقول لكم هذه المعلومه هذه خذوها مني كنصيحه. لحفظ الدرس بدون نسيان يمر الانسان بجوج المراحل. هي مرحله ادخال المعلومه الى الدماغ اللي دابا كنت كنهضر لكم عليها، وثم استخراجها. نبداو باول مرحله اللي هي اول خطوه هي الفهم. هاد المرحله ديال الفهم كتدخل في مرحله ادخال المعلومه. قبل البدء في الحفظ تاكد من الفهم ديالك، لان الكثير من الطلاب كيبداو مباشره في الحفظ، مما كيؤدي لصعوبه ديال تذكر المعلومات. لاحقا خذ الوقت في الحفظ مما يؤدي الى الصعوبه. لذلك فهم الدرس اللي كتبغي تحفظه. من كتفهمه قرا ما تشاء من الدرس ديالك بشكل افضل. المرحله الثانيه وهي الكتابه. كن دائما اثناء القراءه ديالك استعمال مذكره لتدوين الملاحظات، كما هذه انا عندي هذا بلوك نوت، هذا دائما كنقيد فيه الملاحظات ديالي. ها هو مقيد، يعني ماشي كنكذب عليكم ولا شي حاجه، ها كلشي مقيد عندي انا في البلوك نوت ديالي. ها هو شفتوا، يعني هاد لي زيتاب هادو مجربين عندي شخصيا، لذلك تبارك الله تقدروا تجيبوا 16 17 18. المهم هاد المرحله هذيك كتساعدك في التعزيز ديال الذاكره ديالك، وكتساعدك في الحفظ ديال المعلومات المهمه. ثالثا التكرار. كتحط حداك الكتاب ديالك او الملخص اللي كتبغي تحفظه امامك، وبدا بالقراءه ديالو بصوت عالي. هاد الطريقه كتقوم بتنشيط حاسه السمع والبصر. بعد القراءه المره الاولى خذ الورقه ديرها جانبا وحاول تذكر المحتوى او الملخص من الذاكره ديالك. طبعا ما غاديش تذكر كل شيء من المره الاولى، لذا اعيد القراءه ديالو مره اخرى ومره اخرى. كرر هذه العمليه على الاقل 3 ديال المرات، ثم قم بمراجعه المعلومات خلال فتره زمنيه متباعده. ماشي كل شيء تحفظوه في 10 سوايع. غادي نقول لكم واحد المعلومه ايضا مهمه، اللي كيحفظ 2 سوايع احسن من اللي كيحفظ 10 سوايع. علاش؟ حيت اللي كيحفظ 2 سوايع كيلخص وكيدير هذاك الشيء وكل شيء كيكون حافظه، واللي كيحفظ 10 سوايع وبلا فائده اصلا ما كيقدرش الدماغ ديالو كيستوعب، حيت كيحفظ في خلال فترة زمنية هي هذيك، والاخر كيحفظ خلال فترة زمنية متباعدة. لذلك الاخر ديال صاحب 2 سوايع احسن من صاحب اللي كيحفظ 10 سوايع في النهار. رابع حاجة في المرحلة ديال إدخال المعلومة، وهي آخر حاجة، هي استخراج المعلومات، وهي القيام بحل ديال الامتحانات الرياضية أو العربية أو الفرنسية في المنزل، باش تاخذ فكرة على ما سيقدم لك الأستاذ في القسم. هاد الشيء كيقوم بالتعزيز ديال الثقة بنفسك، وكتجعل المعلومات أكثر وضوحا لك. فهاد الشيء دائما تذكر أنك قادر على استيعاب المعلومات وحفظها، وما تستهينش بالنفس ديالك. دائما كن واثق بالنفس ديالك وراك غادي تقدر ديرها ان شاء الله. المهم نقول لكم حاجه اخيره، هي دائما شوف، الا ما جبتيش في الفروض الاولين هادو ديال الدوره الاولى مزيان ماشي مشكل، هذه ماشي نهايه العالم، هذه بالعكس فرصه كتعطى لك. حيت نقول لكم الاسباب علاش ما كتجيبوش مزيان، حيت الاساتذه كيكونوا عندكم جداد. هي اللي غنقول لكم، وهي كتدخل في المرحله ديال اخراج المعلومات، هي الحفظ. مرحله اخراج المعلومات هضرت لكم عليها سابقا، وهي الاستيعاب ديال المعلومه او الدرس او الحفظ ديالها. ودائما كنقول لكم ما تستهنوش بالنفس ديالكم وثقوا بالنفس ديالكم، حيت تعزيز الثقه بالنفس ديالك كتجعل المعلومات اكثر وضوحا لك، خصوصا في الاختبار كتكون فاهم. والمرحله الاخيره في هذا الفيديو، ليطاب الاخيره في هذا الفيديو، هي غادي تمشي تدخل اليوتيوب. دائما ما يكون عندك شي فرض في اي ماده، سواء في رياضيات او علوم او فيزياء، غتدخل اليوتيوب، غادي تمشي تقوم بالقيام بحل الامتحانات الافتراضيه في المنزل، باش كتاخذ فكره على ما غادي يحط لك الاستاذ ديالك في الفرض في القسم. هذا النشاط هذا كيقوم بالتعزيز ديال الثقه بنفسك. المهم انا هاد المعلومه هذه اللي قلت لكم كنديرها انا شخصيا مجربه، لذلك كنمشي للقسم وكنلقى الاستاذ داير ليا شيئا ما بحال ما هذاك الشيء اللي قلت لكم، يعني بحال
بحال ما هذاك الفرد اللي كتشوفوه في اليوتيوب. هاد ليطاب الاخيره كتجعل المعلومات اكثر وضوحا لك. ودائما تذكر ما تستهينش بالنفس ديالك، وكون واثق من نفسك، لان اي حاجه راها ماشي صعيبه، اي مشكله تخلق لها الحل ديالها. السلام عليكم. المهم كي يكون سالا الفيديو ديالنا ديال هذا النهار، ما نساونيش بلايكات، واللي جديد معنا يشارك لينا في القناه، وما نساونيش بالتعاليق ديالكم الجميله. وشكرا لكم بالتحفيز ديالكم في القناه بالتعاليق ديالكم الجميله، وشكرا لكم. كان